الحب لوحده مش كفايه، ودي اغرب حقيقه واغرب صدمه كنا تسمعها من العلاقات. في حاجه معينه بتتحكم في كل العلاقات ديت، انت مش واخد بالك منها ومحدش بيتكلم عليها، وهي ان انت عندك مخزون محدود. يعني انت طاقتك بتخلص، جواك مخزون من الشغف والقدره والاهتمام انك تدي، والمخزون ده بيخلص. والفخ بقى اللي كلنا وقعنا فيه انك لما بتدي كل مخزونك للشخص ده، انت كده بتحافظ عليه. انا عايز اقولك انك كده بتدمر كل حاجه. شوف نفسك دلوقتي لو انت في علاقه، طاقتك اللي انت المفروض تبني بيها مستقبلك وعقليتك وكيانك، شوف هي بتروح فين. هتلاقي بتروح في مكالمات بالساعات مالهاش لازمه، بتروح في كلام تافه، بتروح في تفكير زياده، بتروح في قلق. تخيل لو كنت حطيت كل ده في مستقبلك، في عقليتك، في تفكيرك، يا ترى كنت هتبقى فين دلوقتي؟ انت كده مش بتبني علاقه، انت كده بتستنزف نفسك. الشخص المستنزف بقى نهايته ايه؟ اما بيزهق ويبقى عايز يمشي، وده اللي بيحصل دايما، اما بيفضل مكانه ضعيف ومش جاهز لاي خطوه جايه. وفي الحالتين المستقبل بيجيله بيقول له بعدين، ما بيبقاش في اجابه. كده كده الحب اللي كان كل حاجه ده بيموت. وعشان كده الحب لوحده مش كفايه، الحب محتاج وعي ومسؤوليه، وانت لا عندك وعي ولا عندك مسؤوليه. الحب اللي بجد هو الافعال اللي تبني بيها مستقبل تقدر تستقبلها فيه. الحل ايه؟ الحل انك تحوش كل الطاقه اللي بتتبعتر دي لنفسك، مش عشان تبقى اناني، لا، عشان تبقى جاهز. ابني نفسك عشان لما تقابل البنت اللي تستاهلك بجد، تكون انت الراجل اللي يستاهلها. الخلاصه، لو بتحبها بجد سيبها في حالها وابني نفسك عشانها.